السلام عليكم. اسمي معروف محمد. عامل بديار الخارج، وخرجت من بلادي في 89. والحمد لله بقيت كنخدم وتحسنت الظروف ديالي ابتداء من 91. لأن حصلت على امتيازات مزيانة ودار مزيانة، وخدمت لواحد العائلة راقية لمدة 15 سنة، من 91 حتى 2004. ومن بعد لقيت شي شوية المشاكل، والحمد لله عالجتها وسديت مع المشاكل نتاع إيطاليا. ولكن كاين هذا المشكل في البلد ديالنا. عندي واحد النزاع عقاري مع السيد عبد الحكيم أمزيان. جالي فجأة بعد ما سديت مع المشكل في إيطاليا وتزوجت بمسلمة في 2009. خلاو غير مشينا إلى إيطاليا استغلوا الأمية نتاع أمي والبعد ديالي والدار اللي عندي هنايا في إيطاليا في المغرب. صبحات كيستغل واحد الإنسان عاون سلطة. ما كاين مشكل، حاولت نصبر مع السيد هذا ووعدني انه غير غادي نجي للمغرب غادي يعطيني الدار ديالي. 2010 كنت مأزم شي شويه، و2011 جيت. ولكن مع الاسف الشديد ما شدش في الكلمه ديالو. حاولت حبيا، ولكن ما بغى يعطيلي حتى الكراج، ما بغاش يعطيلي البيت ديالي اللي الفوق، ما بغى يعطيلي حتى شي حاجه. حاول باش يستولى على الدار باكملها. وهذا لان الوالده ديالي مسكينه ما قارياش، وكتحلف لي كتقول لي ولدي انا ما عطيتلوش السطح باكمله، ما عطيتلوش هذه، ما عطيت قريت هذه وهذه وهذه. ولكن مع الاسف الشديد القانون لا يحمي المغفلون. دابا بما انه سنيت على السطح باكماله والوالده كتحلف انها ما عطاتلوش السطح باكماله، ولكن داكشي مكتوب وهي ما قارياش، حاول باش يستولى على الدار باكملها. وهكذا كنت مضطر باش نمشي للمحامي الاستاذ الطبيب كرمه الله، وساعدني وحققت جزء من حقي، يعني منعوه من استغلال الطابق السفلي، ومنعوه من استغلال الغرفة اللي هي في الطابق الأول. لأن عندي 4 الغرف ماشي 3، هو عنده الحق 3 الغرف. ما ديك الكوزينة وداك الشيء هو داك الشيء زادهم في الكونترا، ومني ما عارفاش هو غير كيزيد. على كل حال، من بعد ما سالينا انا والاستاذ الطبيب ونفذنا وخرجناه من ديك البيت اللي الفوق وخرجناه من المرآة، رجعنا الى الديار في الخارج. السيد حصل على حكم غياب. كيفاش دار ما عرفتش كيفاش دار، لان مني جينا اول رمضان يوم الاحد 2014 تفاجئنا ما قدرناش ندخلوا البيت ديالنا، منعنا من الدخول. قلنا بلي راح حصل على في غيابنا على حكم معارض. مزيان، تعجبت لان الاستاذ الطبيب كنت كنتصل به هاتفيا حتى من ايطاليا، ما كانش عندي اي خبر على هذا الشيء هذا. مزيان، نصحنا باش نمشيو عند واحد المحامي ثاني، ما هو عنده المشكل الرئيسي بالافراغ كلي باش يخرجوا من الدار بالبيت. بالنسبه لهذا المحامي الثاني باش نرجعوا الحاله على ما كانت عليها، انه لا يستغل الغرفه الاولى في الطابق الاول ولا الطابق السفلي. المحامي الثاني قام بالواجب ديالو ومشى للاستئناف، ودابا يوم 30 شهر 9 غيكون الجواب ان شاء الله. ولكن بالتدخل جديد نتاع هاد السي عبد الحكيم أمزيان اللي جا وبغى يلقى واحد الحل معنا،
كنتمنى نهار 30 في شهر 9 يكون حل أخير بلا ما نأجلو مازال محاكمات أخرى، لأن السيد جا وقال لي راه المرأة ديالك السفلي ديالك، ولكن مشى بلا ما يهبط داك الحائط باش ندخل الغرفة ديالي، لأن هاد الحوايج ميمكنش يبقاو هنايا، خصهم يطلعو للغرفة، لأن غادي ياكلو من الفيران، غادي يتوسخو بالغبرة، ولهذا كنطلبو مساعدة القاضي أنه يدير حتى هو النصف الباقي، يكمل على الباقي، يعني 50% اللي دار السيد اللي خلانا ندخلو لتحت، يبقى نكملو الباقي، يعني ندخلو البيت الليل ونعيدو ونمشيو بخير وعلى خير. طبعا غيكون مازال تنفيذ، ولهذا كنطلبو نهار 30/9 يكون آخر مداومة، بما أن كاين هاد المسائل الجديدة، أن السيد حاول يلقى معنا شوية ديال التفاهم، جاب نفسه باش يحل، جاب المعلم معاه باش حل هاد المرآب بدون ما ننتظروا الحكم نتاع 30/9/2014. مازال خطوة كبيرة، أنا أشكره وأتأسف له، لأنه قال أنه مريض بمرض السرطان، حنا نساعدوه، أنا لقيته مريض ومحتاج ليا نديه معايا للسبيطار، ما كاين حتى شي مشكل، نحن إخوة، ولكن لا يعقل أن أترك الحوايج ديالي هنايا، خصني لازم حتى إلا ما بغانيش أنا نطلع للغرفة، طلع غير الزوجة ديالي، حط الحوايج تما، نسدو على الحوايج ديالنا ونمشيو نزورو حبابنا، هذا راه العيد، ميمكنش تخليو الحوايج هنايا في الكراج. كنتمنى نهار 30 في شهر 9/2014 القرار ديال القاضي يكون هكذا كما نطلب، وما كنطلبوش أكثر مما نطلبه، لأنه أقسم ثم أقسم أن أمي قالت لي أنها لم تعطيه السطح بأكمله، ولكن هو زاد فيها، وفي الحقيقة خصو يتحاسب على داكشي اللي كيزيد ولا داكشي اللي كينقص، ما يمكنش يستغل الأمية نتاع الوالدة ديالي والبعد ديالي، وحتى ربما المكانة ديالو كيعاون السلطة، ولكن يا أسفاه دابا هو قالنا بلي راه مريض وكذا، أنا كنتأسف، يا ريت لو كان كاع هادشي هذا ما وقعش، ويا ريت لو كان داك النهار أول مرة منين دار معاه الكونطرا ما كذبش عليها وما قالهاش راه هدرت مع ولدك وقال لي واخا سميه وكذا، ويا ريت لو كان امي على الاقل باش تاكد تعيط عليا اولا قبل ما سني واش بصح الكلام اللي كتقول له، هي صدقاته وصدقاته سنيت معاه، ولا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال راه ما بقاش بزاف لنهايه العقد، ولكن حنا كنطالبوا قبل نهايه العقد هاد الحوايج، حنا رانا محجوزين هنا، محبوسين هنا، كنقدروش نتحركوا غير باش نحيدو داك الحائط ان شاء الله. الا استطعنا قبل مع السيد عبد الحكيم قبل 30 في شهر 9 من الاحسن، ما استطعناش كنطلبوا التدخل ديال السيد القاضي هذاك اليوم، وكنظن كيخص عاوتاني التنفيذ. كنتمناو عبد الحكيم منين يشوف الحكم يخلينا بدون عاد عراقل وتنفيذ، إن داكشي كيطلب الفلوس وكيطلب وقت، وحنا ما بقى لنا وقت مع الأسف الشديد. ونشكركم على عونكم للصالح العام، وكنتمنوا الشفاء العاجل لهذا السيد هذا اللي ملي قالنا أي واحد فينا يقدر يمرض، أي واحد فينا يقدر، هو راه عاون السلطة، وانا راه خاصني نحل هذا المشكل، مضطر نبقى هنايا بلادي باش نحل هذا المشكل ان شاء الله. واي حاجه بغيتو انا هنا نخدم لبلادي في اي حاجه، حتى المكان ديال هذا السيد الا مسكين لان السرطان راه صعيب يقدر يتوفى يقدر كذا، انا مستعد نخدم حتى في المكان ديالو وندير اي حاجه، ما كاين حتى شي مشكل. واشكركم
كثيرا. ديجا هذا واحد الخطوة عجيبة اللي هذا السيد جا، خطوة كبيرة. جاب مع المعلم وأعطانا المرآة بدون امتناع. أما أنا باش غادي نخوي هذاك الغرفة الفوق والتحت في وقت اللي كان أستاذ طبيب، جا المنفذ مرتين، والمرة الثالثة تدخلت الشرطة حتى يفرغ من البيت أعلاه من هذا المرآة. والآن أسمع أنه مريض. لكي تدفع بالقوة يموت بالمرض؟ لا. على كل حال الإنسان ضعيف 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 ضعيف، لا داعي أن تغره صحته. إنسان كتغره الصحة ديالو والمكانة ديالو. أنا هادشي اللي كنتمنى. أنا كنتمنى نهار 30 في شهر 9 نحلوا هذا المشكل ويتهدم داك الحائط اللي راه واقف ليا، زعما كيخنقني داك الحائط اللي بنا، ويتحيد من تما إن شاء الله باش نتبعوا البيت ديالنا. أرجوكم أرجوكم، هذا راه واقف على قلب. لماذا ضيعت فلوس على هذاك الشيء، على هذاك الزليج وعلى هذاك المرآش وهذا هادشي ماشي أنا اللي درتو، هادشي هو اللي دار. خاصنا يتحيد هادشي اللي يبقى. أرجوك يا سعادة القاضي أن تأمره بأن يأتي بمعلم، أو أن يرخص لي أن آتي بمعلم. هادشي اللي بقى. وكنتمنوا قبل العيد باش ندوزو العيد مزيان. ومبروك العواشر ليكم ولجميع العائلة. خاصو يتحيد.